ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. فلتر النهاردة فلتر ينفع ليلي وينفع صباحي، يعني ينفع الصبح وينفع بالليل. تعال نشوف صور الصبح كده. دي صور الصبح قبل وبعد. دي الصبح برضو، ودي قبل ودي بعد. دي برضو الصبح قبل وبعد. دي كمان صورة الصبح قبل وبعد. تعال بقى نشوف الصورة الليلية. تمام، انا عامله فلتر للصبح بس هو بيليق على الصور بالليل عادي، بس مش هتبقى زي الصبح، فاهمني؟ هيبقى مود مختلف خالص عن الصور بتاعت الصبح. يعني دي قبل كده ودي بعد، فتقدر تستخدمها على الاتنين، يعني مش هيبوظ منك ولا حاجة. تعال بقى نروح على الصور واي صورة فيهم مثلا. تمام، ونشوف بقى الاعدادات. طبعا انت ما شفتش الصورة ديت، دي قبل ودي بعد. تمام. الفلتر بيليق على الجو المغايم اكتر، والجو اللي فيه ميه، جو الشتاء لو عارفه ده. فتعالى بقى نشوف السيتنج كده. تعالى نروح على اللايت، واول واحده انا عملتها 22، التانية كونتراست انا عملتها -26. والهايلايتس طبعا عارفين ان انا بحب ان انا اقلله دايما في الفلاتر اللي هي بتبقى غامقه شويه. خليته 43 -43. والشادو خليته 84. تمام. والوايت خليته برضو طبعا أنا الهايلايتس والوايت بحب اقللهم، فخليته -57. والبلاك 77. تمام، عشان نبدأ ان احنا نفتح، لان لو جيت هنا كده هتشوف الدنيا غامقة بزيادة، فانا قلت ان انا افتح الدنيا دي شوية عشان يظهر الفلتر بالمظهر اللي انت شايفه قدامك ده. تعال نروح على الكيرف بقى. ده الكيرف الازرق. تمام. طبعا انت لو مش عارف تعمل كيرف او الدنيا ديت، تقدر ان انت تستنى لما اقولك الباسورد بتاع الفيديو وانزل حمل فلتر على طول. ده الكيرف الاخضر، وده الكيرف الاحمر، ده الكيرف الابيض. طبعا الكيرف صعب شويه، ف تقدر انت تحمل الفلتر من تحت من رابط تحت في الديسكريبشن. هقول لك بس الفيديو واشرح لك شويه حاجات كده، وتقدر انت تحمله. وده التمب والتنت والفايبرنس والساتوريشن. تمام. تمام. تعال بقى نروح على الالوان بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو كده. ده اللون الاحمر، واللون البرتقاني، والاصفر، واللون الاخضر، وده اللون السماوي والازرق. السماوي والازرق ده الازرق فيه شويه اجزاء من السما كده بيأثر عليهم، والسماوي بيبقى النسبه الاكبر، يعني على حسب بقى السما لونها ازرق قوي او لبني شويه. تمام. وده اللون البنفسجي، وده اخر لون. تمام. تمام. تعال بقى نروح على color grading و نشوف بقى انا عامل الشادو قد ايه. طبعا انت سيبك من الكرة ديت، لان اغلب الناس ما بتعرفش تعمل على الكرة دي حاجة. تعالى اضغط على السهم ده وحدد بس اللي هي 62 والساتوريشن 13. تمام. نروح بقى على الهايلايت اللي احنا عملناه، ده الشادو. ده الشادو. تمام. ده الهايلايت بقى. تعالى نروح على نفس الحتة دي كده، تضغط على السهم ده، هتعمل له الهيو 49 والساتوريشن 7. تمام. وتعالى نروح هنا اللي هي في النص دي. تمام. ونعمل الهيو فيها 239 والساتوريشن 12. وبس كده هنا. تعالى بقى نروح على افكت، وده تقريبا اخر حاجة، يعني هنشوف ده والديتيلز وخلاص كده. تمام. عندك هنا اول واحدة انا ما عملتش فيها اي حاجة. لو عايز تعمل فيها حاجة مثلا تعديل بس هيقلل من كواليتي الصورة قوي. فالكلاريتي انا عملتها -20 والديز 10 وبس على كده. طبعا هنا بقى الشاربنج لو عايز تعمله بيدي حدة شوية في الصورة، بس انا عامله قليل جدا، لان انا قلت لك الحاجات ديت لما الصورة بتبقى الكواليتي بتاعتها مش كويسة بتقلل الكواليتي شوية. فتعالى نروح على ده الشاربينج 6. تمام. ودي الاعدادات بقى لو حابب تعملها. انا اهم حاجة في الاعدادات دي الشاربينج ونويز ريدكشن. تمام. وطبعا لو الدنيا دي كتير عليك انت تعملها وكده، هتحمل فلتر على طول، وهتيجي هنا مثلا على الصورة اللي انت حملتها، هتبقى زي صورة هتضيفها على لايت روم زي صورة بالظبط.
تعمل كوبي سيتنج، تمام صح، وهتروح على اي صورة تانية. تعالى مثلا نروح على الصورة دي ونشيل من عليها الفلتر، وتعالى نحط الفلتر كده من باست سيتنج. تحط الفلتر زي ما انت شايف كده بقى معاك عادي خالص. وبس كده. الباسورد بقى 3040. هتنزل تحت هتلاقي رابط كده بقولك رابط تحميل الفلتر، هتخش هتكتب 3040 تمام. وبعد ما تكتب الباسورد ويخش معاك هتختار اول دي ان جي، سيبك من التاني. التاني ده عشان تستخدمه بتخش الملفات وتحط في الملفات والكلام ده، فلفة طويلة اوي. فتخش على تكتب هتضغط على تحميل دي ان جي وهيحمل معاك ان شاء الله. وبس كده. الفلتر ده اصلا كان نازل على التليجرام من فترة، لو انت متابع على التليجرام كنت زمانك خدته. فانا حبيت ان انا انزله هنا لان عجب الناس جدا على التليجرام، فقلت انزله هنا برضو. وحتة الباسورد ديت عايزك تسمعني فيها، عشان انا لو معملش باسورد انت مش هتشوف الفيديو، فالفيديو هيبوظ اصلا، هضطر ان انا امسح الفيديو بعد كده، ما جابش مشاهدات وهيعلق على كده، فهضطر ان انا امسح الفيديو عشان ملهوش لازمة. فيا رب تسامحني في الحتة دي، واسف مرة تانية على الباسورد. وبس كده. اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.